المسرحية دي الأول كانت يعني مسلسل إذاعي، وكان فيه كريم عبد العزيز وعبلة كامل وناس كتير جدا وعلاء ولي الدين برضه وبرضه حسن حسني، لكن طبعا اتحولت لمسرحية وكان عاملها طبعا المخرج خالد جلال. خالد جلال طبعا عمل قهوة سادة واللي عمل حاجات كتيرة جدا، ويعني مدير مركز الإبداع اللي خرج ناس كتير زي محمد فراج ومحمد سلام وكل النجوم الجداد، محمد ثروت والناس اللي احنا بنشوفهم دلوقتي. بيقول ان صلاح السعداني ليه جزء كبير جدا في نجاحه، لان اول مره قابله كان خالد جلال وقتها يا دوب عنده 25 سنه، فقال له تعالى انا عايز وتعالى عشان افرجك على السينما وبعدين نتكلم. وخدني وراح فرجني على فيلم في السينما، وبعدين خدني للمنتج عصام امام اللي هو اخو عادل امام، وقال له ده اللي هيخرج المسرحيه. طبعا وقتها صلاح السعداني كان هو اللي هيعمل دور حسن حسني. المهم عصام امام شرح له فكره المسرحيه واداله النص وقال له بص، بكره تيجي تقول لي تصورك ورؤيتك. فرح له فعلا تاني يوم بافكار اللي هي كانت وقتها طبعا حاجه جامده جدا ومكسره الدنيا ومجنونه. فعصام امام قال له انت هتعرف تعمل اللي انت بتقوله ده؟ قال له اه هعرف. فراح مطلع عقد وقال له امضي. طبعا في بقى شروط ان هو يقدر يعمل الكلام ده وفي شروط جزائيه والحاجات دي كلها. للأسف بقى صلاح السعداني اعتذر عن المسرحية وجابوا حسن حسني، وكان الكاست بتاع المسرحية دي وقتها يسرى، علاء ولي الدين، حسن حسني، هشام سليم، أشرف عبد الباقي، سعيد ربيق. المسرحية كانت مسلسل إذاعي زي ما قلت لك، وكان فيه علاء ولي الدين، هاني رمزي، عبلة كامل، كريم عبد العزيز، سوسن بدري، وحسن حسني. فالمسرحية دي للأسف ما اتصورتش. هقول لك هي بدأت من زمان جدا تشتغل، واتشهر علاء ولي الدين أثناء عرضها ونجحت جدا، لكن للأسف الشديد ما اتصورتش. ومفيش منها غير اعلان بتاعها وبعض كواليس كده. المسرحيه كانت بيبداوا يصوروا فيها، وعمل حوار صحفي معاهم محمود سعد. مفيش حاجه اتبقت من الفيلم غير الحاجتين دول، حوار صحفي في الكواليس والاعلان بتاعها. المسرحيه بتحكي عن اب متزمت في تربيه ابنائه، زي بالظبط انها حقا عائله محترمه لفؤاد المهندس، زي سك على بناتك. لكن حياه الاسره والابناء بتتغير لما خادمه وسائق جديد بينضموا للبيت وبيشقلبوا حاله تماما. عرضوا المسرحية دي كتير جدا جدا، يعني اتعرضت الأول، بعدين انطلق علاء ولي الدين سينمائيا وعمل عبود على الحدود، وبعدين عمل الناظر. فعصام إمام قال بس خلاص، ده كده علاء ولي الدين بقى هو البطل بدل أشرف عبد الباقي، لأن أشرف عبد الباقي كان هو البطل الأول. وقال له خلاص يا علاء بص، وقال لأشرف عبد الباقي بص خلاص علاء دلوقتي بقى أهم نجم فيكم بعد يسرى يعني، فبالتالي هنخليه هو اللي يحيي اخر واحد. طبعا هو في المسرح اهم نجم فيهم هو اللي بيحيي الجمهور في الاخر خالص. فاشرف عبد الباقي قال له ماله ماله مفيش مشكله. بيحكي اشرف عبد الباقي بقى ان علاء في الفتره دي كانت عنده مشكله في الشرايين، عامله له تضخم في الرجلين، ما كانش بيقدر يلبس جزمه، فكان بيطلع عشان يقول التحيه للناس وهو لابس سموكن على شبشب. كان وقتها حتى اشرف عبد الباقي بيستدل بالواقعه دي ان الدنيا ما بتديش كل حاجه. يعني انا مش غيران من حد ولا حاجه، لما كانوا بيقولوا بتغير من نجوميه علاء ولي الدين مثلا او كده، لا، فبيقول عادي يعني انا كنت بحيي الاول، بعدين بقيت بحيي نمره اتنين، بعدين اللي بيحيي في الاخر خالص بقى يعني لابس شبشب بسبب المشكله الصحيه دي، فقال يحمد ربنا على كل حاجه. هو مش النجم الاهم، لكن النجم الاهم عنده مشكله صحيه وهي مش عنده، فكان بيحمد ربنا دايما يعني. للاسف برضه زي ما قلت لك المسرحيه دي متبقاش منها اي حاجه خالص، كان نفسي تتصور او نفسي تبقى موجوده، لكن للاسف الشديد مش موجوده خالص. دي كانت حلقتنا النهارده، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، وفي لينك هتلاقيه في وصف الفيديو تحت في كل حلقات كواليس المسرح زمان، وهتلاقي فيه حلقات كتيره جدا اتكلمت عن كواليس افلام كتيره جميله انت لسه ما شفتهاش.